تعالي كده بقى نشوف مع بعض الفرق بين الديرما رولر والديرما ستامب او الديرما بان اللي احنا ممكن نعملها في العياده. طبعا الفرق واضح، بصوا شكل القط عامل ازاي. شكل الجرح بتاع الديرما رولر كبير واعنف من الديرما ستامب اللي بتقطع بشكل عمودي، على عكس التاني. بصوا بتعمل ايه، ده طبعا اللي بيخلي الديرما ستامب عمليه اكتر من الديرما رولر. الديرما ستامب احسن، بتخلي امتصاص البشره بعدها للمنتجات احسن، كمان فرص تهيج البشره بيبقى اقل، فالداون تايم بيكون احسن في تحفيز الكولاجين، احسن ما نقضي الوقت كله في استشفاء الجروح اللي ممكن تعملها الديرما رولر. وطبعا الديرما ستامب فريندلي ان انا اعملها في البيت، على عكس الديرما رولر اللي بقت مشاكلها كتير. وكل وقت له اذان يا جماعه، لما تطلع الحاجه الاحسن بنحب ان احنا نستخدمها ونستغنى عن الحاجه القديمه. فكل الحاجات دي هتخليها اختيارك الاول لما تيجي تجربيها، وينفع تتعمل على الجسم وينفع تتعمل على فروه الراس وعلى طبعا البشره، وطبعا ليها فوائد كتير واهمها تحفيز الكولاجين في اي منطقه هتستخدميها. لو عايزين فيديو اشرح لكم فيه الديرما ستامب والمواد اللي نستخدمها بعدها قولوا لي في كومنت.